يلا بينا بطبق لحمة كده بصل سهل جدا وبسيط. انا جاية من بره ما عنديش كده اقف في المطبخ كتير، يلا هوب طلعت نص اللحمة ده وعملت بقى كده احلى طبق لحمة بالبصل وحبة رز بالشعرية، وخدت بقى حبة شوربة كده قبل ما اللحمة تتشرب الشوربة بتاعتها، وابدأ احمر الطماطم بتاعتي. هي الوصفة سهلة وبسيطة، ودي من الاكلات السهلة اللي يعني لما تبقي جاية من بره تقدري تعمليها، ما بتاخدش معاكي وقت. هي ساعة زمن هتبقي مخلصة كل حاجة ان شاء الله. انا عملت هنا جنبيها طبق رز بالشعرية زي ما انتم شايفين، وطبق الملوخية، وحبة مخلل كده، وكان اللهم بارك يعني الفطار كان جميل الحمد لله. سهلة وبسيطة قوي. وصفة اللحمة بالبصل. بصوا انا اول ما بس حطيتها كده فكت تلجها وقطعتها زي ما انتم شايفين. عايزة تقطعي اصغر من كده قطعي. انا عن نفسي بعد ما استوت شوية لا قطعت القطع على اتنين. وبعد كده رجعتها تاني بقى بعد ما اقول لكم انا عملت ايه. بعد ما شوحتها الاول كده وشربت ميتها، حطيت الملح وفلفل ورق لوري وحبة حبهان مطحون، علشان يعني ما تحطيش الحبهان وهو بالفصوص عشان لما تيجي تاكلي ما يضايقكيش. ونزلت عليهم بكوبايتين ميه مغليه، وغطيتها بقى وسبتها كده تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تتاكدي ان اللحمه استوت. انا هنا عامله طماطمتين وبصلتين وقرن فلفل. هو نص لحمة، انتي حابة تزودي. اللحمة اللي بالبصل الأصلية بتبقى عايزة بصل يعني بتاع كيلو بصل على نص اللحمة. فهو انا هو طبق، فانتي هتهدري في البصل يعني اللي هيفيد بعد كده ممكن ما يبقاش له لازمه. مش هطول عليكي، انا هي اللحمه كانت استوت وطلعتها، ونزلت بمعلقه سمنه وحطيت معلقتين زيت عليهم. وبعد كده نزلت بالبصل والفلفل يتشوحوا كده مع بعضهم شوية، وهنزل عليهم كمان بالطماطم. انا مش عايزة البصل يتحمر ويبقى لونه ذهبي ولا حاجة، لا هو مجرد بس يشم النوع شوية مع السمنة والفلفل والطماطم وهكذا. وهحط عليهم برضو البهارات بتاعتنا، ملح، وهحط فلفل اسود وبهارات لحمة. آه، حابة تزودي مثلا ربع معلقة قرفة على ربع معلقة جنزبيل لو عندك حبة البركة. كل دي إضافات أنا ساعات بحطها. أنا هنا سبت بها تتشوح شوية، وبعد كده نزلت عليها باللحمة وتقلبتين تلاتة كده ماشي. وكنت بقى شايلة حبة شوربة صغننين من يعني آخر سوى اللحمة، ورحت حطاهم عليها غليت غلواية، ورحت غرفاها زي ما انتوا شايفين كده. جميلة وحلوة وسهلة وما فيهاش اي حاجة.